يا اختي ده هو مش ده النادي الاهلي تالت الدوري؟ انا نظري ضعيف. هو تالت الدوري اللي النادي برشلونة ان هو يلعب معاه خوان حبايب قلب خوخ. حاليا النادي الاهلي سوف يواجه برشلونة 19 اغسطس الساعة 9 مساء عبر قنوات ام بي سي كأس خوان. طبعا حبايب قلب خوخ قلت لكم ان النادي الاهلي سوف يسافر اسبانيا معسكر الاعداد. طبعا النادي الاهلي هيلعب هناك 3 مباريات، اطلع اقول لكم 3 مباريات بالتفصيل، ولكن هنتكلم عن المباراة الاخيرة اللي هي هتكون مع برشلونة في كأس خوان. النادي الاهلي وشركة القرى داخل النادي الاهلي هتكون الاتفاقيات مع نادي برشلونة صراحة فخر، والله فخر. يعني الصورة دي وهي نازلة كده عاملين يعني كولابريشن مع نادي برشلونة. بصراحة انا شعرت بالفخر العظيم زي ما بقول لكم كده، ما بكذبش عليكم ابدا والله، انتوا حبايب قلب خوخ. المباراة هتكون على ملعب الكامب نو. اللي بيسألني عشان انتوا عارفين ان انا اهلاوية برشلونية، هتشجعي مين يا خوخة مع الاهلي؟ الاهلي اتذكر ما فيش او ايه، ده ما بيتقالش جنبه او يتشطب على الفريق اللي هيلعب جنبه ايا كان انا بشجع مين. ده ياتي اولا ثم ياتي بقية الفرق. مين يا يامال وعندك عيال خاف عليهم انت وبقية اصحابك، الاهلي جالكوا خبوا عيالكم. طبعا حسين الشحات منزل البوست الستوري دي سوري على يمين يامال بلا عنده عيال، كتب الولا حمو طبعا ده النينجا جالكوا خبوا عيالكم. بقول لكم والله العظيم انا حذرت وانت انا نصحتك وانت براحتك يا لمين، عشان خدت كاس العالم قلبك مقويه. اسبانيا الارجنتين انا معانا كابتن حسين عموته اللي هيخلوا لولادكم طين، ربنا يسترها. وانا انفعلت قوي. قالوا بقى اقول لكم تاريخ مواجهات النادي الاهلي ونادي برشلونه. النادي الاهلي ونادي برشلونه قابلوا بعض في تاريخهم في حياتهم طول عمرهم، ويا ريتهم ما قابلونا 3 مرات. قالوا اقول لكم النادي الاهلي كسب ولا مره. كسب كام مره؟ ولا مره. نادي برشلونه كسب كام مره؟ اول مره يا حبايب قلب خوخه عام 1961 نادي برشلونه تقمص دور نادي الاهلي طلع مستقبليه. احنا هنكسب النادي الزمالك 6-1، فقال ايه نعمله في الناس هيطلع عليه. برشلونه كسبنا 6-1. ده يجي يقول لي ما ده كان قبل 6-1 اللي احنا اديناهم للزمالك. احنا بقى اتعلمنا من اخطائنا واحنا طلعنا اللي حصل فينا على الزمالك على طول. يجي تاني مره هل النادي الاهلي تعلم من اخطائه؟ بقول لكم ولا مره. عام 2007 انا فاكره المباراه دي ازاي، يعني كنت قاعده صغنونه كده، اول صدمه اخدها في حياتي كنت قاعده عامله كده مصدومه بجد ومش بنطق ولا عارفه ارد. نادي برشلونه كسب النادي الاهلي 4-0. الماتش ده كنت فاكراه في استاد القاهره، اصحابي كلهم في المدرسه كانوا رايحين الماتش ده، انا الوحيده اللي ما روحتش. ليه انا الوحيده اللي ما روحتش؟ مش فاكره، بس ده لقيت سبب اللي انا انكد على نفسي بيه واعيط. كويس ان انا لقيت سبب اعيط عليه بالليل قبل ما انام، اللي انا ما روحتش ماتش برشلونه عام 2007 مع النادي الاهلي في استاد القاهره. انا فاكره الماتش ده وفاكره الماتش ده وميسي كان موجود، كانت الدنيا فيها. انا فاكره تاني يوم اللي حصل في المدرسه بالظبط، كنت واقفه في الطابور والاذاعه. بالمناسبه عاوزاكم تترحموا على مستر عز، ده كان مدرس الالعاب وهو اللي كان بيقدم الاذاعه، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. اهلاوي قوي، وكان بيقول نتيجه مباراه تاني يوم بقى، ما كانش فيه بقى سوشيال ميديا والكلام ده كله، بيقول نتيجه مباراه النادي الاهلي ونادي برشلونه، والنادي برشلونه كسب الاهلي 4-0، وانا قاعده واقفه في الطابور عامله كده من الصدمه. انا مصدومه من قبلها بيوم من يوم الماتش. انا 2009 مش عارفه هنزل اكتر من كده ايه. نادي برشلونه صعبنا عليه قال نخلي الاهلي يجيب جول، يبقى الاهلي 4-1. مجموع الاجوال اللي جابهم برشلونه في الاهلي في الثلاث مباريات 14 جول، النادي الاهلي جاب في برشلونه في الثلاث مباريات جولين. لكن يا حباب قلب خوخه هتزاروا الكابوس. 3 مرات اللي خسرنا فيهم من برشلونه 2026 النادي الاهلي هياخد بطرف يكسب برشلونه 3-0. سجلوا كلام، اكتب عندك ملحوظ، مش هتشوفونا يا برشلونه في صوره مهزوزه. هنكسبكم ان شاء الله 3-0. يوم 19 جايين لكم الكامب نو تحديدا في اسبانيا. لو انتم مش عارفين اللوكيشن احنا نبعته لكم، هنكون اصلا في معسكر اعداد تاني. ربنا يسترها عشان هيبقى شكلنا وحش والله العظيم، هيبقى شكلنا وحش. لكم ايه يكسب برشلونه بعد الفيديو بعد الماتش يوم 20/8 ليه؟ يوم 19/8 يوم المباراه الساعه 9 تخلص الساعه 11 تقابل والاهلي كسبان برشلونه 3. حصل عكس كده مش جديد عادي، يعني بقول لكم خسرانين 3 مرات ايه اللي هيحصل يعني، ما تصدموش.